إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، والسابحات في الفلك، والليل لما انحلك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أهلا ثم أهلا ثم أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الموسم الثاني من مسابقات العشر ذي الحجة. في البداية أرحب بكم جميعا وأرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، أخي وزميل عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أنس. نرحب بكم أيضا أيها السادة المشاهدين في كل مكان، ونصحبكم معنا طيلة هذه العشر المباركة بإذن الله في برنامجنا المعتاد بموسمه الثاني، والذي سنتحدث فيه عن فضائل هذه العشر المباركة، ونعقب فيه عن الحديث عن الشعر الذي سيكون محور حديثنا عنه، والذي سيكون سؤال الحلقة عنه. نعم، دعنا أخي عبد الرحمن نذكر آلية المشاركة في هذا البرنامج. نعم. قبل أن نخوض في شاعرنا لهذا اليوم. طيب، نذكر آلية المشاركة قبل أن نتعمق في موضوع حديثنا لهذا اليوم. ستكون بإذن الله عز وجل الجوائز ستنقسم إلى مسارين: مسار الاتصال الهاتفي على الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وقيمة هذه الجائزة $150، والمسار الآخر هو مسار التعليقات، نستقبلها عبر حسابنا في الفيسبوك، وقيمتها $100. نعم. طيب، بادئ ذي بدء يا أنس، لو تكلمنا عن فضل هذه الأيام المباركة، مما لا يخفى على عاقل أن عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة والعبادات التي فرضها الله والتي لم يفرضها، أقصد مو لم يفرضها، التي فرضها الله والتي سنها الله علينا. نعم. من خير ما يمكن للمرء أن يفعله، لأنك في أيام فضيلة. عمارة أصلا الأيام العادية بالطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى عمل جيد، فما بالك إذا كنت في أيام فضيلة ومقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عزم على شيء أتمه الله له، ومن سار على الدرب وصل. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، الإنسان مسؤول عن وقته ومسؤول عن عمره، وسيسأل يوم القيامة عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، عفوا، وعن عمره فيما فعل به، إلى آخر الحديث. لو نظرنا عبد الرحمن إلى أن المرء يجب عليه أن يستغل كل لحظة في عمره، يجب على المرء أن يستغل كل لحظة في عمره بالعمل الصالح، لأنه سيسأل عليها يوم القيامة. فيجب على المرء أن يستغل كل لحظة موجود فيها في هذه الحياة بالعمل الصالح، لأن الله عز وجل سيسأل عن هذا الوقت يوم القيامة. نعم. لا شك. وعلى المرء أن ينظر في هذا، أقصد في الأيام العشر، إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى فيفعله تقربا وحبا وطاعة. وفي ذلك كان استغلال هذه العشر خير للإنسان ولنفسه ولأسرته ولجميع من يحب.
وفي هذا والأمر هذا يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى عزيمة صادقة، ويحتاج إلى مداومة العمل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن سار على الدرب وصل. نعم. طيب هل ممكن إذا مثلا قلنا عبد الرحمن سؤال، نعم، هل ممكن إذا جانا مثلا العشر مثلا الأواخر في رمضان، العشر من ذي الحجة، أيام فضيلة، هل ممكن من أحد الحلول في العمل الصالح أن الإنسان يضع له جدول لا شك في هذه الأيام لا شك. ويقوم بفعل الأمور التي يعني سيكتب لها الأجر فيها، يضع له جدول ويقرأ مثلا فيه القرآن، الإنسان يضع جدول مثلا لأبنائه، يضع مثلا جدول لعائلته، يضع جدول له هو نفسه، لأن الأيام هذه عبد الرحمن لن تتكرر. الأيام هذه أيام فضيلة، هي مثلها مثل الأيام العشر الأواخر، وقد يكون بينهما فرق. لماذا الإنسان لا يضع مثلا له جدول؟ نعم، يحط له مثلا مثلا الصباح أنا مثلا أقرأ القرآن، العصر بعد الصلاة أنا بعد صلاة العصر مثلا أكون حريص على أذكار المساء، أحرص على أني أكون في الصفوف الأولى في الصلوات، أحرص أني السنن الرواتب، أحرص مثلا أني أكون صائم، أفطر مسلما، أفطر صائما وما إلى ذلك. العشاء مثلا أساعد أهلي، أساعد محتاج، ما إلى ذلك، أصلي الوتر، أنام، أقوم الفجر. هذه أمور لو إنسان يضع لها جدول ويستغل هذه الأيام ستكون يعني جميلة جدا. أرجع أقول لك أن هذه لو سواها الإنسان أو داوم عليها في أيام عاديات، نعم، في أيام ليست من الفضائل الأيام، لا كسب عليها أجرا ولا أبحر فيها في الطاعات وفي العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فيكسب فيها أجر في الأيام العادية، فما بالك إذا كانت أيام فضيلة. الله. يزداد المرء فيها الله. إيمانا ويزداد المرء فيها حسنات. نعم، سبحان الله، الدين يعني مبسط. سبحان الله، الله عز وجل يحب عباده، يعني يرزق مثل هذه الأيام، يعني والله ما في شعور ولا في كلمات أنا ممكن أصف للإنسان الذي سيضيع هذه الأيام. الأيام هذه يا أخوان ثمينة جدا هذه الأيام. لماذا لا نستغلها؟ لماذا تذهب علينا هذه الأيام؟ لماذا لا نستغلها؟ فهي أيام ثمينة يا أخوان، استغلوها. نعم، نعم. ولنا في ذلك الصحابي الجليل خير مثال، فقد أسلم وهو ابن 60 عام. طبعا الآن المرء ممكن يقول أن أنا أسرفت المعاصي أو راح علي العمر أو كذا، نقول لك أن الصحابي هذا أسلم وهو ابن 60 عام، وعاش 60 مثلها يعني عاش 60 في الجاهلية، نعم، و60 في الإسلام، وما ذكر أنه قد جار عليه الزمن أو هذا، بل أسلم واشتهر إسلامه، وهو محور حديثنا لهذا اليوم. وقد لقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الشاعر هذا الذي سنتكلم عنه اليوم لقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هجي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، أرسل إلى عبد الله بن رواحة أولا فقال: أهجوا قريشا، فهجاهم فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إلى كعب بن زهير، وأرسل إلى كعب بن مالك عفوا، وقال لهم: أهجوا قريشا، فهجوه، فهجى كعب بن مالك رضي الله عنه قريشا فلم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد الشاعر الذي سنتكلم عنه لهذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل لهؤلاء الشعراء ولم يشفي غليل النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبوا، قال: لقد آن لكم أن ترسلوا لهذا الأسد الضارب بذنبه، يقصد شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الشاعر وقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، أي أني سأهجيهم هجاء مرا لا يذوقون بعده عزة أبدا. نعم. أيضا استكمالا لحديثك عبد الرحمن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإني لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتى هذا الصحابي، نعم، ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هجاهم هذا الشاعر فشفي واشتفى. نعم. وهذا يوضح لك أنه لما طبعا الشعر كان منتشر عندهم انتشار الإعلام في عصرنا هذا، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة هجوا
وكتبوا قصائد في هجاء قريش، لكنه لم يشفي غليل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هجاهم هذا الشاعر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هجاهم فلان فشفى واشتفى، أي أنه أشفى غليل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قصيدة جميلة في هجاء النبي في هجاء عفوا قريش، يقول: في مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. وقال فيها: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. الله. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا رحيما أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقال: أتهجوه ولست له بكفء، حين قال أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. قالت العرب: هذا أنصف بيت قالته العرب، فشركما لخيركما الفداء. الله. نعم. الله. أيضا أخي عبد الرحمن، استكمالا لما ذكرت، أيضا قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبيات جميلة 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 جدا. قال: وأجمل منك لم ترى قط عيني، جميل. وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ أو خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جميل جميل. على ذكر الأبيات المدح اللي قلتها، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاعر: عليك بأبي بكر؟ لماذا ألجأه إلى أبو بكر ليستعين به في هجاء قريش؟ لسبب: النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من قريش، فلذلك يخشى النبي صلى الله عليه وسلم إذا هجا هذا الشاعر قريش أن يهجى النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لأنه هو واحد منهم في النهاية. فقال: عليك بقريش، عليك بأبي بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها. فذهب هذا الشاعر إلى أبي بكر ولخص له النسب، يعني خرج بنسب النبي صلى الله عليه وسلم خالصا دون قريش. فهجاه، فهجي أبو سفيان، وقد كان مشركا آنذاك. هجي أبو سفيان من هذا الشاعر من جهة أمه، لأنه يشترك مع أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هجاه من جهة أبوه قال: بنو أم مخزوم ووالدك العبد، أي هجا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه مع أبيه فقط، ولم يذكر أمامه أو وسع الكلام لكي لا يدخل أبو سفيان في المدح. فقال هذا الشاعر: لقد علم الأقوام أن محمدا هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد، وأن سنام المجد من آل هاشم بني أم مخزوم ووالدك العبد. بني أم مخزوم ووالدك العبد، أي والد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يذكر أبو سفيان بل وهجاه. الإخوة والأخوات، نذكركم بأننا سنستقبل اتصالاتكم بإذن الله بعد هذا الفاصل. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا لكم مستمعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، وللحديث شجون. تحدثنا عن هذا الشاعر، ونذكر بسؤال اليوم: من هو هذا الشاعر والذي لقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له صولات وجولات ضد قريش، وقد عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم، كانت المدينة المنورة قبل الإسلام ميدانا للصراع بين الأوس والخزرج، إذ كانت تشتهر بالحروب، لذلك كان هذا الشاعر هو لسان قومه، وكان الخطباء والشعراء آنذاك مقدمين في الأقوام. فإذا قام الشاعر وأنشد قصيدة مدح فيها قومه رفعهم،
وفازوا فيها بحرب وخسروا بها حرب، والخطيب كذلك. نعم. نستقبل أول اتصالات هذا البرنامج. نقول السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي ومن أين تكلمني؟ من الرياض، معك عبد الرحمن محمد عبدو. عبد الرحمن محمد عبدو من الرياض، حياك الله يا عبد الرحمن. هل عرفت شاعرنا لهذا اليوم؟ الصحابي حسان بن ثابت الصحابي رضي الله عنه. الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه. شاكر لك أخ عبد الرحمن، نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. نعم. بدأت توافد الاتصالات، يظهر الإجابة أصبحت واضحة. اشتقنا لسماع أصواتي مع عبد الرحمن. أي والله. معنا اتصال ثاني المخرج. نعم. السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. ألو. أهلا. ألو، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حبيبي. أهلا وسهلا، الله يحييك ويبقيك. حياك الله. من معي ومن أين تكلمني؟ معك عبد الله عبد العليم من بريطانيا. حياك الله أخي عبد الله. حياك الله أخي عبد الله. تكلمنا من بريطانيا؟ إي نعم. هل عرفت الشاعر لهذه الحلقة؟ أعتقد بإذن الله الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه. الصحابي الجليل حسان بن ثابت عبد الله عبد العليم من بريطانيا. حياك الله عبد الله عبد العليم، ونتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. طيب. دعنا ندخل إلى اتصال آخر. نقول السلام عليكم. طيب. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا حبيبي، اسمك ومنين تكلمني؟ اسمك؟ عبد الرحمن احمد علي. عبد الرحمن احمد، حياك الله عبد الرحمن، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. يبدو لي هذا من اصغر من الرياض. المتصلين. ما شاء الله. من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ من الرياض. من الرياض. هل عرفت الشاعر لهذه الحلقة؟ أبو ثابت. حسان بن ثابت. نتمنى لك حظا طيبا عبد الرحمن، وإن شاء الله تفوز معنا بالجائزة لهذا اليوم. طيب. ذكرتك عبد الرحمن أنه في المدينة المنورة قبل الإسلام إيه ميدان للصراع بين الخزرج والأوس. كانت تكثر، يعني كان المنطقة هذه يكثر فيها الحروب، لذلك كان هذا الشاعر هو لسان قومه في فترة الحروب. نعم. وبالتالي فإنه قد اكتسب شهرة واسعة وكبيرة وما إلى ذلك. لعلنا نستقبل اتصال أخي أنس. السلام عليكم. لا، فقدنا الاتصال، لعله يعاود الاتصال بنا لاحقا. نعم. عودا على بدء فيما ذكرته في قضية الصراعات. لعل الاتصال قد عاد. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. اسمك حبيبي؟ عبد العزيز أحمد. عبد العزيز أحمد، الله يعطيك العافية. عبد العزيز أحمد من الرياض. حاضرين. حاضر يا عبد العزيز أحمد من الرياض، كتبتها. اتصالات اليوم لعلها لطيفة بعض الشيء. ما شاء الله. طيب. زي ما ذكرنا يا أنس، إذا كان للقبيلة شاعر فهو يرفعهم وهو يضعهم، وهذا ظاهر عند العرب. نستقبل اتصال آخر. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا شكل عبد العزيز أحمد. حياك الله أخي، من وين تكلمنا واسمك الكريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ على الشاعر عفوا.
من الرياض. اسمع ياسر محمد من الرياض. الاسم الكريم. خليه يسمعنا من لعلك تسمعنا من التليفون. حسان بن ثابت. الاسم الكريم. حسان بن ثابت. نعم اسمك بن الكريم. ثابت. اسمك الكريم. ياسر محمد من الرياض. ياسر تمام. محمد. ياسر محمد. دعنا ناخذ اتصال اخر. نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. جميل. طيب دعنا عبد الرحمن نعود. كما ذكرت ان لكل قبيله كان لديها نعم. لديها زي ما تقول شاعر او تقول لسان قومها في فتره الحروب. نعم. نستقبل اتصال آخر. ألو السلام عليكم. لعلنا فقدنا اتصال. نعم. مثل ما ذكرت يا أنس، لأنه هي وسيلة الإعلام الوحيدة عندهم آنذاك. نعم. اتصال. عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله. من وين تكلمين واسمك الكريم؟ هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض. هل تعرفتي على الصحابي لهذا اليوم؟ على الشاعر عفوا. حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت. ترقبونا نهاية الحلقة إن شاء الله السحب يومي. إلى اتصال آخر وضيف آخر. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مرحبا. من معي ومن وين تكلمين؟ مها أم عبد الرحمن من الرياض. مها أم عبد الرحمن من الرياض. حياك الله أخت مها. هل عرفتي الشاعر لهذا اليوم؟ نعم حسان بن ثابت. الشاعر الصحابي حسان بن ثابت. نتمنى لك حظا طيبا أختي مها، ونتمنى لك إن شاء الله الفوز بالجائزة لهذا اليوم. نعم. وإلى اتصال أخير مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. ألو السلام عليكم. الو أهلا وسهلا. من وين تكلمنا أخي واسمك الكريم؟ حبيبي السؤال حسان بن ثابت. طيب من وين؟ اريتري. طيب هل تعرفت على الصحابي؟ من اسطنبول. سعيد ياسين. معليش لو تعيدنا اسمك الفاضل. ايوه حبيبي. لو تتكرم بإعادة اسمك الفاضل أستاذي. اسمي سعيد ياسين ابراهيم. سعيد ياسين إبراهيم. سعيد ياسين إبراهيم. من وين تكلمنا أستاذ سعيد؟ من اسطنبول. من اسطنبول. هل تعرفت على الصحابي لهذا؟ هل تعرفت على الشاعر لهذا اليوم؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. الله يعطيك العافية. الإخوة والأخوات، وصلنا معكم إلى الفاصل الثاني. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. ذات الحياة وأقبلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا:
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة، ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج فقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأتن بعوتاتن زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسيلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتر الرهي الله نبارتو سناي تقبار زغبرلو فلوت معلتن اوانن بمقباري ابز اوان زي عسرت معلتتات ناي ورحي ذو الحجائين اباتن تئزاز الله مفتامن سناتات مبزحن يفتو كم حجي عمران صوم صلاة مسجادن سلقة مصوات مهابن تكبير تحميد تهليل كتب الزحي فتو كم اون قرآن مقرأن ممهارن كالق صبق سراحن مسرحن. ابن عباس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم كم زي إلوم يبل كاب كالق معلتتات نب الله استفتوا إذن نايزو الحجة عسرت معلتتات كوينن كاب ان العلي زي سرح لن معلتتات يلن كم زد ما إلوم حتيتم ولا جهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الله بزيك حدثب لجهاد بنفسون نبرتون كيدو فتسمو زيت ملسه ترميزي زي محلالفو اتاقن دي معلتي دماني عرفة معلتيا زا معلتي عرفة كاب كالوات معلتتات اتبل تصلو مخنيات الله كاب قدام قال كيدان زوصدلو معلتيو اذا معلت زي ناي الله هيمانوت زملألو معلتين تصقو ننبينا نهزبون زتمملون ايو اذا معلت زي ناي حاتيات محرت كاب جهنم مدحانن اب عرفة نزلو معلتي عيديو نبينا صلى الله عليه وسلم نتي اب حاج زي اللسب معلتي حج تصومو إلوم كم زدما إلوم تصوم معلت عرفة نايز حلفت عامتن نايت متس عامتن مغفرة كقبرلنا نا الله نلمن مسلم زمزقبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلت دعاء أم معلت عرفة آنن اتم زحالفو نبيات زبولو بزيك حادي الله بحق هم جزء زقبأنا كال أملاخ يلن شركة زي بلو نقسنا ناتو مزقانا نعوو قبل علي كله كإلت زلويو.
عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نجدد الترحيب بكم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، اللقطة الحاسمة. اللقطة الحاسمة. نعم. نسحب الآن على الاتصالات والرسائل. خلينا نبدأ أولا بالسحب على الاتصالات من نعم. باب المستقيم. أستاذ الرحمن لو يلا حاضر، يلا اسحب. نقول ألف مبروك للفائز معنا اليوم بجائزة قيمتها $150. نقول ألف مبروك للأخ عبد الرحمن محمد عبدو. يبدأ عبد الرحمن الكاميرا من عندك أوضح. طيب، نبارك للأخ عبد الرحمن محمد عبدو من الرياض، استفتاحية خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. اللهم آمين. هذا الفائز معنا لهذا اليوم الأخ عبد الرحمن محمد عبدو، نبارك لك هذا الفوز، وإن شاء الله نشوفك في برامج أخرى. عبد الرحمن محمد عبدو، واضح يا مخرجنا؟ نعم، الفائز عبد الرحمن محمد عبدو من الاتصالات. ناخذ الفائز من الرسائل. نعم تفضل عبد الرحمن. من باب طبعا نذكر المشاهدين بأن قيمة الجائزة الاتصالات هي $150، وبالنسبة للرسائل أو التعليقات نعم في الفيسبوك فهي $100. أما الفائز عبر المشاركات عبر الفيسبوك فهو عبد الله محمد أمان الجبرتي. عبد الله محمد أمان الجبرتي الفائز معنا من خلال المشاركات عبر الفيسبوك بجائزة وقيمتها $100 لهذا اليوم. وصلنا وإياكم مشاهدينا ومتابعين الأفاضل في كل مكان إلى نهاية هذه الحلقة. شاكر لك هذا التقديم الرائع أنس، حياك الله. ونلقى بكم إن شاء الله في نفس التوقيت غدا وطيلة هذه العشر المباركة للحديث بقية. متابعينا الأفاضل ترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.